طبقنا النهاردة هو فراخ بالبصل، مش هتدوقي في حلاوته لما تعمليه بالطريقة دي. ولو أول مرة تسمعيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي اللايك الجميل بتاعك. أول حاجة هنكون معانا فرخة منقوعة من الأول في محلول النقع. وبعد كده هنجيب نص كيلو بصل أو كيلو إلا ربع بس تقطعيه جوليان، فلفل ألوان وحار، ونص فص توم مفروم، ومعلقة سكر وملح وفلفل أسود، بهارات فراخ وصماء وكاري وباربيكيا مدخنة وزعتر مجفف. هنعمل الطريقة إن احنا هنجيب صينية على النار، هنضيف معلقة زيت وسمنة والسكر، هنكرمل السكر وننزل بالبصل لحد ما يدبل معانا شوية، ننزل بالثوم المفروم نشوحه تشويحة كده، وبعد كده هننزل بالفلفل الألوان والبهارات، هنسيبهم مع بعض يتسبكوا. بعد كده هنضيف نص كوباية مية سخنة وننزل بالفراخ، هنغطيها بالخلطة الخطيرة دي بعد ما نكون عملنا فتحات في الفراخ من الأول. بعد كده هنغطيها بورق قصدير وندخلها الفرن على 40 دقيقة. هندهنها في الآخر بالصوص اللي نزل منها وندخلها شواية، وتقدم مع رز أو مكرونة بالهنا والشفا.